ايه يا رجاله عاملين ايه؟ كله على القشطه؟ اياد عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ زي الفل. ليك وحشه يا اياد والله. وانت والله. عمر بصراحه برحب بيه في بيتي. في اوضه السبت الممتاز بتاعتي، مع ان انا شايل منه شويه بصراحه، لان هو خلاني عرضه للهجوم منكم. الناس قاعده تقول عمر كاتو خاب، الشله دي هتبقى دماغ تقيل زيهم، اثرت عليا سلبا. اثرت عليك سلبا، بلاش تفضل معاهم على طول. لازم افرق بين الصداقه والفيديوهات. وان انت خلاص هتبقى غني زينا وبتاع. اول حاجه انا مش غني مبدئيا انا هبقى غني زيكم دي حاجه. يا رب ده ما يكونش هدفه انه يبقى يعني. زينا، رب يعني يبقى حاجه تانية. انا مش غني، انا فاحش الثراء. انت فاحش الصراحه. انا فاحش الثراء. بحس ان انت بس يعني في جزء من اوضتك لو جه هم يعرفوا طبقاتك الاجتماعيه الحقيقيه. انا بدل بصور كل فيديوهات الناحيه دي. ايوه الناحيه دي هتلاقوا طوب احمر لسه وبتاع ومحاره بس انا قبل ما ابدا في الموضوع عايز اسالك يا اياد ايه علاقتك بالراب؟ والله احنا بدأنا الموضوع، انا والراب بدأنا من زمان يعني. انا والراب قصة حب يعني. انا اول واحد سمعته احمد الجوكر، احمد ناصر الجوكر. احمد ناصر الجوكر. كنت بحبه جدا جدا جدا. كنت بتقف في الساحه مالطو. بس ما كنتش بدخن بصراحة. بس كنت بتقف واقف في في مالطو. مالطا. انا بحب اقف في مالطا بتقف قوي في يعني. انا مالطا. بحب اقف في مالطا. بس انت في فتره بدات تراب. بدأت اهزر بقى يعني. خلاص يعني بعد بس معايا كويس ان كمان. انت ما بداتش في الفتره اللي انت تسمع الجوكر. لا كنت هبتدي بقى اقعد اقول ما تسيبش الدين لامك وحاجه كده. حد بعدين بيحكي قصه غريبه قوي. بيحكي قصه مثلا اللي هي واحده اترفدت من شغلها ونجحت ومش عارف ايه يعني. بيحكي واحده قصتها عاديه قصه عاديه. قصه واحده اتش ار في شركه عادي. طيب بس هو بيحكي، مش بيحكي قصص جامده يعني. هو بيحكي عادي قصه حد. انت ممكن اللي هو الفلوجات بتاعت مثلا هاديه غير مثلا بس فانا لا انا بدات اغني واهزر وبتاع وقت ما الراب بدا ينتعش بقى، اللي هو اللي بدا يخش فيه فلوس. ايوه لما بدات الرابرز عامه يبقى فيه رابرز عادي من التجمع مثلا. هو ابو الانوار دخل بدا يراب، انا بدات راب. ايوه انا برضو في فتره بدات راب. عملت تراك يعني رائعه اللعبه. التراك ده انا نزلته مفيش اي حد في الدنيا شاف فيه حاجه ولا اقتنع بيه غير اياد ساعتها. حتى انا ما كنتش شايف حاجه ولا واحد اللي شاف. انت قلت لي انت ليه عملت شير اصلا؟ ما فهمتش انت افتكرت ان انا معجب بيك شخصيا، بس من ساعتها اصلا الراب مات. هو فكرة التراك ده وراه حاجات. انت اللعبه دي قصدك عليها لعبه الراب؟ مفيش بار كان معدي عادي. بس فاحنا عايزين النهارده يا جماعه نتكلم عن الرابرز اللي موجودين حاليا واللي بيحاولوا يضيفوا للراب لحد دلوقتي. وهنبدا برابر المفضل. فاكره بتاعي تعال بجد ولا فين؟ بجد ابو يوسف. افتح لي ده اللابتوب بتاعك بقى يعني. ما افتح لي الواي فاي بس. كلته وشربته وخدت له المايك بتاعي والموبايل بتاعي. انا نزله عندي. انا عندي. سريع واي فاي. قاعدين في مطبخ كله مشاهير. هو ويجز بياكل رز صح؟ ويجز كان هم ساعتها الفلوس اللي بتجيلهم من الراب ما بياكلهمش غير رز. بس هو المطبخ ما فيهوش حد غير هو ويجز. هو ويجز كله مشاهير. مشاهير ده عادي، واي حد في الفتره دي ممكن يبقى مشهور. مشهور. الفتره دي ابي يوسف كان اشهر واحد، كان بيجيب فيز اقل مني دلوقتي. ايوه يا اسطى انا عمري ما اتفرجت على كرتون، حتى وانا صغير كنت بتفرج على كرتون. لما كبرت ما اتفرجش على كرتون وما بحبش الكرتون اصلا وبكرهه. كل الكرتون الالماني الياباني اي كرتون. هو قصده مروان موسى. ايوه الكرتون الالماني بينكش حتى في الهيك والماء. وبعدين هو اصلا هو ده مش شكل واحد شاف كرتون في اي حياته. انت عارف الميم اللي هو بتاع ابوك اتولد ازاي؟ بس هو غالبا على فكره مش بيهزر. ابو يوسف ما شافش كرتون. هو فعلا ما شافش كرتون. هو لو شافش كرتون اكيد مش هيبقى يعني مش هيودي طبقه صوته حتى. الصبح قبل الشغل رايق زي بعد الظهر برفع هورس وانزل طب ملاحظ حاجه؟ ايه؟ انا ابو يوسف قبل كده قلت ان هو اصلا عايش في زمن تاني والناس قاعده تفتكرني بتريق وبهزر وكده. الصبح قبل الشغل رايق زي انت تفتكر في مشكله في الفيديو. تايم لاين عامه في حياته مختلف. يعني بص اللي جنبه هتلاقي ماشي عادي. بعد الظهر برفع هورس وانزل هو لا. عند الجو. ايوه انت فاهم هو عنده في حاجه هو ملايك سيك. ايوه يعني على فكره هو بيدي الاوردر صح يعني. هو عقله بيدي الاوردر في الوقت بس المظبوط. هو بينفذ هو عنده مشكله في التنفيذ بس. هو ما يعرفش يقعد معاها. هو نسيج زي ما كان عنده في حاجه بسيطه في مشكله يعني. محتاج التراك الصوت بس تظبط. بريمير عايز تشدها كده سيكا. كنا اقرب اتنين لبعض وبقى مبسوطه وانا معاه وما بفكرش في اي حاجه. فجاه بقينا اغراب وقلبي مهلوك. انت فاهم يعني ايه؟ بتبعت لكام حد لحد ما وصلت لهنا ما حدش رد عليها. لا هو عامه انا مصاحب مثلا وصاحبتي عرفت ان انا لو سبتها تشتكي الابيوس انا بجد هسيبها بطريقه محزنه هدمرها نفسيا. ما ده الطبيعي عشان مفيش حاجه اسمها حب اصلا. مفيش حاجه اسمها حد يحب حد. مفيش حاجه اسمها كده اصلا يعني. ده مش شيء موجود اصلا. شبشب ابو يوسف مش في الحته بتاعت الشراب على الشبشب حتى. الشبشب هتلاقي صباعه طالع اللي الشبشب من تحت كده عرق شويه كده. ايوه عشان كده هو جامد والله. عشان هو كده. دي البيرسونا اللي هو بيحاول مش بيرسونا والله العظيم. هو كده
يعني البرسونا هو مفيش برسونا، هو ايوه البرسونا ان انا مش عامل برسونا. هو استسهل في الاول بس لها ظبطه جامده. كمل. بس هو عامه انا عندي مشكله فعلا مع البنت اللي دخلت تشتكي الابيوسف. مين ممكن تكون بتشتكي الابيوسف على النت؟ تخيل واحده مشهوره مثلا مروانه بابلو او مثلا البنات اللي بتسمى نفسها يوسف. 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 ايوه فاهم. شابه جديده. بس عامه يوسف مش حاسس ان هو حتى لو هو صاحبي لا ممكن اخليه يصالحني على صاحبتي ولا اصلا. ايوه ولا صالحه. انا ما بسيبش واحد صاحبي معاه خد واحده. ابي كنت عاوز اسالك اكتر 3 الوان بحبهم. لون واحد بتحبه و3 اسباب. لون واحد بحبه 3 اسباب. الانترفيو اصلا واضح ان هو معمول دلوقتي، يعني هو قفش وهو ماشي قال له انا هعمل معاك دلوقتي. لا وده قرر يبقى بيعمل انترفيوهات دلوقتي. سويت شيلي فبالتالي بحب اللون الاحمر. عشان اي اكل بيبقى عليه صوص احمر بيبقى طعمه حلو. ابتدى ومستني اللي هي الحركه اللي دي حبيبي قلبي جامد. ده هيتسال اي صوص احمر قول لي ما انا معاك. اي صوص احمر فكر في البيتزا صوص احمر، مكرونه صوص احمر، لحمه بالدمعه صوص احمر. صح فاهم بتكلم في ايه؟ بس وسببين تاني لو ما فيش ده واحد مقنع على فكره. ايه تاني مش لاقي سبب. هو اهم فيديو 30 20 دقيقه هو عايز يحط اعلانات. عايز يوصل 8 دقايق. حيوان بتحبه 3 اسباب. اكتر حيوان بتحبه 3 اسباب. هو يبتدي بقى اكتر موفي ولا مسلسل؟ اكتر حيوان بحبه حيوان المونكي. حيوان المونكي 3 اسباب بقى عشان جميل قوي. جميل ولذيذ وبحبه. بص تحليل اللون هو ازاي ابي بيشوف نفسه. هو هنا عشان فعلا انت كملت ومش مصدق انت شفت ازاي؟ هو ازاي ابي بيشوف الحيوان انا بشوف نفسي. بيحاول ويمشي بس التاني بيقدر يساله. لا هو بعدين بيعمل ايه فيلاقي التاني يكلمه فيعمل كانه كان بيلف. ايوه ورسالتك شايف اللي انت اتخلقت عشانها. رسالتك انت سألت السؤال ده. انت لقيت صاحب واحده تقول لها منك المفضل. ايوه الحيوان. وبتسال بقى السؤال بتاع برجك ايه؟ عارفه ده عمرك في حياتك ما تفهم برج ايه. انا قدر الامكان احسس اي فنان او حد صانع محتوى او اي حاجه انه الموضوع سهل، يعني ايا كان هو الموضوع صعب فعلا في الحقيقه بس اظن ان هو ترافيس سكوت نازل. انت في الوقت ده كرفان مثلا فاهم؟ مش كرفانو. مش كرفان فنان عادي. هو في فنان سمع دوشه بره فاهم في ايه. هدفي او لازمتي بالظبط ان انا احسس اي صانع محتوى سواء انت سواء واحد بيعمل مزيكا اي حاجه الموضوع سهل يا جدعان. لا سهله مش صعبه اصلا، هي سهله يعني حاجه عاديه جدا يعني. لا بس دلوقتي بقت سهله بقول لك ده خلاص ده كده ده معروف. انت فاكر شكله؟ لا مش دلوقتي فاكر ايده بس اللي هتفتكرها. ثانك يو سو ماتش ابريشيت ذات. شخص اول مره اشوفه دلوقتي حاجه اول مره ابص في وشه دلوقتي. ده حقيقي. بس بالنسبه بقى لاختفائي فاهم في حوار المزيكا ده. خايف من روبر في الفتره دي شبه اي حد عنده بيكس ارت. شبه اي حد بيصور كده لا حاجات فاهم هتنقل بقى الراب ده كله كده بقى فاهم المجال ده كله كده هيبقى في حته ثانيه فاهم هنوديه فوق خالص. هو اصلا كان امور انت واخد بالك هو لسه امور بصراحه. انا مش عايز اقول كده. هم بيشوفوه امور البنويت. انا بشوف زي ده امور عادي. بص الحركه دي اللي هي الحاجه بتبقى في حوار سنه السهتين. ايوه اللي هي فاهمه. لا الواد اللي عينه ضيقه ده. ايوه اللي هو قولي لي بس هعمل لك ايه. لا لو كلمته في حاجه طيب ماشي براحتك عادي يا عم ما كنتش بعكس. في الماضي فكرت اكون جيمر قبل كده بس يعني حاسس مزيكا هي اللي اخده الوقت. فكر اكون جيمر بس حاسس ان هو يعني ريحته مثلا او حاسس ان هو مستحمل. حاسس ان هو انضف من كده. او ممكن في الفتره بتاعت الفيديو اللي فات دي كان جيمر بس دلوقتي لا. او مثلا فاكر الفيديو بتاع ده على المصلحه العالم كان فيه ده جيمر دول كانوا قاعدين بيلعبوا لول قبل ما يصوروا الفيديو ده بساعه. لا هم بيلعبوا هو بيصوروه. هو حاليا لا هو مش جيمر يعني هو حتى في فيديو ليه بص فيه بقى فيه خدود وفي بياض كده وفي وشه الحته بتاعت الشفه اللي هي طلعت له مؤخرا اللي هي بتاعت زازا. ايوه الشفه اللي هي المكلمصه كانت المتمره دي وما كانش عنده زمان. محمد رمضان مثلا ما كانش عنده برضه. محمد رمضان دلوقتي بقى شبه ذا ويكند بالظبط. انت خد بالك انهم كلهم بتجيلهم بعد ما انا مش عارف هل ده ممكن يبقى عليه علاقه مثلا بالبوس. ممكن خلي بالك ممكن مثلا بسبب ان هو مثلا الشباب دي قبل ما تشهر مش شايف فيه اي بس تشوفوا حاجه ثانيه فاهم بتشوف في دم بيوصل للمنطقه دي جسم عامه بيرياكت. ايوه اول مره يعمل دوره دمويه حاجه زي في محطات. ده مروان موسى بجد ولا ده شبيهه؟ لا مروان موسى كذاب مستحيل. ده بجد هو ولا مش هو؟
تسال بجد يا اسطى ليه مروان موسى هيخش مروان موسى في وسط الناس فاهم بيحاول يسلم على مروان بابلو بس يا اسطى انت عارف ان انا كنت مهتم بجد، كنت مهتم اعرف ده مروان بابلو يا اسطى انت حسيت ان مروان موسى ممكن يعمل حاجه زي كده تطلع منه عادي ماشي. مروان موسى اصلا جايب اللي هو التيكت السيلفر فاهم سيلفر وقعد يتحايل على الامن. ايوه لا انت عامة تخيل انت احساسك لو انت شبيهك بيعمل كده بيحاول يسلم على مروان بابلو. ايوه يا لهوي بعدين جاي من الجنب في شبهك فانت طالع هو انا بتبص رجل مروان بابلو يبص لك كده. عارف انت داخل البيت مش مصدق لها جوزتك بص على جوهم يشوفهم هو مين هنا دلوقتي. هم مش عارف من بره مش بقاله ساعه واقف ورا بيبص بيشوف مين اللي حد مصور له جايب بطايق الناس دي كلها. عارف في كام واحد في الحفله. كفايه على كده مش عايز اعمل بس هو جامد بصراحه. فكك بقى من الشغل ده عشان جامد. مش هحط الكلام اللي انت بتقول عليه حلو وجامد كل الحاجات اللي تشكر فيها مش هحطها. طب بقول لك حاجه تحطها. قول الناس اللي بحبهم. لا اقول الناس مش تقول اي حاجه حلوه في حق اي حد. عمال يا جدعان هم عارفين اللي فيها. هم عارفين اللي تعرف عشان في ناس فاهمه ان انا بهزر فيها. بس فاكر ان انا في بدايه الفيديو انا بحب كل الناس هتيجي في الفيديو اعمل كده وبعد كده افشخ بقى واسرق كل حاجه. ايه رايك في ويجز؟ اوكي والله ويجز شاطر. ده نفس طريقتك كنت بتقول بحب حد. لا انا ما بعملش كده. ما بعملش كده يا اسطى والله ما بعمل كده يا ابني. انا ببقى بقول اللي هو ايه لما احس ان هو في حته معينه هو يفتكر ان انا بتريق عليه بس انا ما بتريقش عليه. بهزر معاه. ويجز شاطر بس ويجز ستايله اتغير بعد ما بقى معايا. ويجز قبل ما يعرفني كان حاجه بعد ما عرفني بقى حاجه تانية. ويجز احسن منك والشبوكش حاط عليه. بص بقى بقول له ايه عايزين نسمع تراك مين اللي طلع يعتزل فيه فواحد عايز يسمع تراك مين بس قبل ما تنزل ويجز يتعلم عايزين نسمع تراك مين. هو ده الحته اللي هو حطك فيها الراجل ده قاعد كده فاهم حاطط رجل على رجل او حاطط اكل قدامه ومحتاج حاجه فاهم دلوقتي وهو بياكل. غير كده يبقى كداب. هو عارف ان انا بحبه وبحب ستايله وبحب الحاجات دي. انا هو عارف ان انا نكمل عيش ان انا عايز اشوف حاجات جديده بس يعني انا لو ما شفتش حاجات خليه يكمل ان هو يشوف حاجه جديده. يوتيوب ريكومنديشنز بقى يعني مثلا الحد اللي انت عايز تعيش ليه هقول له انا الدنيا عايز اعيش عشان انا المفروض اعيش دلوقتي. طبيعي ان انا اعيش. لو انا عايز اموت تسالني السؤال ده انت ليه عايز تموت؟ عايز تعيش ده لو واحد خلاص بيموت انت انت عايز تعيش ليه؟ عايز تعيش ليه؟ دي سبب مخي او قال لك انا عايز اعيش حاجات جديده. مش هوريك حاجات جديده هيبقى الدنيا مالهاش لازمه وانا اتخنقت منها فاهم اروح جاي. عامة يا اسطى الواد ده كاريزما. بقول لك ليه كاريزما؟ لانه بيقول اي حاجه مهما كانت عاديه بس بتطلع منه جامده اللي هو فاهم وبيعمل هو دي جامده يا اسطى كده. انا بحس مروان بابلو لو بيشرب شاي اصلا بيشربه بطريقه جامده قوي يعني بيشربه بيقعد يشرب شاي عارف اللي هو اكيد مروان بابلو بيشرب شاي جامد بجد. ربنا يخليك. بحبه قوي. المضحك في موضوع توليد ده ان لسه في ناس. مين يا اسطى؟ كام على توليد ده رابر يعني؟ لا انا ما اعرفش مين ده بيقولوا توليد؟ ما اعرفش بس هو عادي ممكن يبقى توليد يعني. توليد ما بيلبسش بوتس. هو مزوجش هو عامل مولد ما كانش بتاعك كانت عامل بس انتوا لو ركزتوا هتعرفوا مين توليد. انتوا مش واخدين بالكم انه من ساعه ما توليد ظهر مواهب ظهوره قلب. بعيدا عن كده انا عايز اقول لكم على حاجه. يا طلة تخطف عايز يقول لنا ايه؟ هو شغل اغنيه ممكن يبقى فيها رساله مثلا. بعيدا عن كده انا عايز اقول لكم على حاجه. يا طلة تخطف كاريزما تحضر. عايز يقول لنا ان طلة تخطف كاريزما تحضر. ماشي. مين توليد بقى؟ ما اعرفش بس هو مهيب غالبا بس هو توليد اصلا اطول وادخن يعني. اطول وادخن يعني بالنسبه لدول انا عايز اقول كده. لا يعني هو بالنسبه لي اكتر واحد منطقي بيرجو. اكتر واحد منطقي يعني فعلا توليد هو جسم بيرجو. مهاب سفيف. مهاب شادي بالظبط نفس الفكره. حاسس ان انت اللي هتطلع توليد في الاخر تفتكر؟ لا مستحيل. لا عادي على فكره والله ابدا بس ده شكله من بالقاس يعني. طب توليد دي كلمه انجليزي خلي بالك هو بنتها توليد يعني اللي هو توليد. طب ما تيجي نشوف. حبيبي ليه تغيب. ده اسواني ده نوبي اللي هو بيغني ده بيغني. ايوه بيغني حبيبي ليه ليه انت سكر وحشاني قريت قبل كده الستوري اللي دافنشي كان كاتبها على ويجز. اللي هو انت بتغير مني عارفها كده. انت بتغير مني يا رمة. ايوه اصل انا قريتها كده
يا ابوك مربك يا ويجز، قول له يا ويجز. اخواتنا السودانيين، اخواتنا طبعا، اخواتنا اللي في القلب، بنحبكم. بلدنا هي بلدكم، بلدكم هي بلدنا. معبد وسمبل يعتبر بتاعكم. معبد افرو سمبل. اخواتنا اللي بنوا الاهرامات، اللي بنوا الاهرامات، اللي بنوا ابو الهول، كسروا مناخيره. احنا ما عملناش اي حاجه غير حبكم، غير حبكم انتوا بس، مش عايزين اي حاجه ثانيه. اكيد مش انا توليت يعني يا جدعان، انا بهزر والله، بس لو عايزين ازاي يا عم؟ هو انت نسخه مني، هو بيعمل كده بالظبط. هو بس هو بينزل الكاب كده فعلا. اني ما اهزرش. بيسالونا عليه، هو ليه صوت؟ صوت القمر بالليل ما تيجي عدى عليه. خلاص هو ده توليت عامة. اسمه ايه؟ اوتشا. اوتشا اوفيشال. اي حد بيحط اوفيشال عامة لا ما بيقولش عليه جامد. خلاص لو كان جامد هو دلوقتي اتسحبت منه. بس هو كان جامد. ممكن توريني لو بنت ردت على توليت في اغنيه حبيبي ليه تفتكروا هتقول له ايه؟ انا مع حد عزمه. تيجوا نسمع؟ معايا ليه سؤال ما بتحبنيش، صعب من غيرك عيش، مش عارفه بدأ. بس احنا ما ينفعش نتريق على لا احنا ما نتريقش على حد. يا اسطى مش بنتريق، بقول لكم فيها حلوه. انا بحب يا اسطى اصل هقول لك ليه؟ مش مضطره يا اسطى، محدش اجبار، مش ممكن اسمع بيت الاغنيه. طب انت معايا ليه حسيت دايما ممكن يغني، ممكن تسيبي تقولي او حتى الكلام مش رد ولا الكلام حتى مش رد. اصحى باشا، يلا باشا سبعني اللي جايه ونقول ايه ده انت شايف دي حاجه جامد، شايف دي حاجه ترضي ربنا. هو بيضحك يا اسطى، الراجل بيقول لك نكت يستحق. ما حلوه شغل اصلا. لا مش هشغله. ثلاثة تحديات. سيبولي بقى، سيبولي. انا عايز اقول لك ان انا كل ما بخش على تيك توك ده اللي بيظهر نفس الفيديو. يعني احنا لو طلعنا بره خالص هتلاقي لازم موافق بالكلمه الكورتيزون. بلاقي دكتور حسام موافق، اقسم بالله. هدخل على تيك توك تاني بص حسام موافق. هو ليه ما حدش فكر يعمل فيه مش العيال الرابرز بيقعدوا يحطوا سامبل المزيكا بتاعتهم. خلص الفيديو ده جامد. انا في الفيديو ده حاسس ان انا قاعد كده على بطن زياد زازا. حاسس اعمل كده وباصص له هنا، هو عامل لي كده ورجلك بتبدل ورا. ولا حابب ان انا اشوفه قاعد عامل كده عامه، فاهم؟ انت مش عايز تقول حاجه ليه؟ انا بتخيل نفسي قاعد على بحر. بتخيل نفسي عمال ابدل رجلي. يا اسطى وابن خالتك يا اسطى لو سمحت قول حاجه على زياد زازا. ماشي يا اسطى خلصان يا عم ماشي، انت شايفه صح يا امير. لسه اخد بالي. بحب البرسونة بتاعت زياد زازا في حاجه، ان هو عمره ما هيديك رياكشنز. يعني عمره ما يبقى قاعد مجانا. لو احنا ضحكنا على حاجه بالطريقه ديت هو عمره يضحك معانا كده. ليه بيضحك؟ يعني هو عامل بيرسونا كده ان هو هادي ومرازمن فشخ. لا وايه اللي لا بتخيل زياد بقى مثلا، يعني هو قدامنا ولحد قدام صحابه، اول ما بيروح مثلا اوضته كلها بينك وبتاع، او بيقعد دباديب وفك شعره بقى فشخ، فاهم؟ بيعمل كده، بيروح عامل كده في البلكونه. انا في الساحل الشمالي دلوقتي ومش مصدق نفسي، انا قابلت الفنان زياد زازا بنفسه قاعد على البحر. انا مش مصدق نفسي حبيبي يا زوز. دايما عفروتو لو ظهر في اي حاجه ترند اللي هو ايه مثلا، احنا مثلا بنحطها من 2022 في الفيديوهات، هو هيعملها دلوقتي. يعني قصدك لما سوزي قالت الشارع اللي وراه هيقولوا في الاسبوع الجاي هتلاقي مروان موسى عفروتو لما عمل اوه ماي جاد في التراك بتاعه بعد ما الترند خلاص مات. لا بس عادي براحتهم. بتحبهم؟ طبعا بتضحك. ما بتضحكش. الفيديو ده عامة من الفيديوهات القليلة اللي انا عملت لهم ريبوست. ضحكني فشخ. ما اعرفش ليه برضه، يعني ممكن يكون محبة، ممكن تكون حب. ما هو ده مش محبة. انت محتاج تفرق بين الصداقة قوي. نبرة صوت الكوميديا ظهرت خلاص. لا خلاص يا عم خلاص يعني انت ما جابش حد انا بحبه اصلا بعد اذنك. ما انت مفيش حاجه اجيب انا كده هجيب فيديوهاتي رايت عليها. اقول لك ليه؟ اصل انا بجد بقى مقتنع ان هو بيضحك مش بيطبل. والله العظيم ما عنديش مشكله هو بيضحك. انا بختار عمك يا اخواتي حاجه اصل الاصل. واخد بالك ان ده نسخه من زياد زازا لو عمل تراك مع عزة منتصر؟ لا ده نسخه زياد زازا لو كانت هتاته وقفت عند دايره، لو اتشهر فشخ وخد فلوس كتير قوي وما عملش حاجه تاني. يعني حتى هتلاقي شفايفه مش طالعه الطلعه اللي هي بتاعت الفيلر دي. لا طالعه عادي. وسط الطول هو ليه صلاح محسن بيحرق لزياد؟
الشعب الصيني ماله حل. ده انا مش فاهم ده. دي حاجه ممكن تجيب فيوز مثلا، مش عارف، ممكن اكتب كده في عنوان اليوتيوب ده هيفيدني في حاجه يعني. براحتنا هتساوي ده. انت ما بتحسش ان هو فنان اللي هو لابسه دلوقتي؟ انا بحسه فنان في اي وقت معاه ده يا اسطى الواد فاهم. هو انا ليه عايش اصلا انا حاسسك بتبرر ان انت معاه في الفيديو دلوقتي. حاسسك بتحاول تخلي الموضوع يعدي. اللي انت عايزه. وحش دمك تقيل، مبسوط كده، مبسوط كده دمك تقيل. او ايه اللي بدل انت بتاكلها ايه يا عم ما تظبط يا سيدتي. تلعب اخر فويس نوت وصلت لك؟ لا لا يوم. انا كنت معاك بقول له بحبك يا زياد. وحشتني قوي. الفيديو بتعمل كده. ورينا اخر سيلفي اتصورته. وانا نايم على كتفه. هو عامل كده. اجيب الصور. ليه مصرين تشوفوا حاجات؟ ليه مصرين تخليني افضح حياتي؟ مصرين تخليني اوصل للعيد. هروح ايه؟ جونه ولا ساحل؟ الحقيقه مش عشان احنا في الجونه. فيوم فيوم حسن. دي مشكلتي بصراحه برضو ايه ان هو دايما بينورماليز الاسئله اللي بتساله جدا. يعني هو جونه ولا ساحل؟ هو راح ده مره وده مره. ما ينفعش يجاوب بالطريقه دي. ما لهاش يدوس بالجونه، راح المهرجان على طول. لا عشان ما راحش الساحل. فكر خمسه. لا هو ممكن يروح الساحل. صيف ولا شتاء؟ عارفه الوقت اللي فيه نص ده ونص ده ميكس كده ما بين الاثنين. قلت مرة تحت الازرق في طفرة. كنت عامل شعر ازرق صحيح. حصلت صحيح. حصلت. بس ما كانتش فارقه هنا معايا. جبت السؤال خلصت. هو هنا جبت السؤال خلصت. بس هو ويجز بيقعد كتير على تويتر، واللي هو انا حر وانا اعمل اللي انا عايزه. طب ماشي. بص تخيل انت قاعد كده مع ناس اول مره تقعد معاهم في حياتك في بلد مش بلدك، فمستضيفينك ورحت قايل لهم كده. ايوه والله، ولا رايك ولا رايي ولا راي اي حد. ليه يعني؟ حاجه كده بس مستضيفينك. استنى عمك وعم جاي. والله الحمد لله بخير. مش هسألك انت عامل ايه، مش فارق معايا انت عامل ايه ولا انت ولا اللي تشدني. عارف يا اسطى البنات اللي بيقلعوا على الحجاب على تويتر بيقولوا احنا على الحجاب لازم يقولوا وانا حره وانت مالكش علاقه بيا. محدش اصلا يعرف انك كنت محجبه. اول مره تنزل صورتك دلوقتي اصلا احنا كده تحط صوره انمي او حاجه. ايوه هو بقى ويجز قاعد بقى بيتناقش بيتخانق مع الناس دي على تويتر بس كل يوم بينزل سكرين شوت وهو بيتخانق مع حد كده. لا انا بحب التويتس بتاعته زي ما بقول لك لان هي بالطريقه اللي هي الطريقه دي محدش جنبك يا باشا. ليه؟ عنده حته محمد صلاح عشان هو في 2020 هو يستاهل. ممكن ما تشوفش الكلام اللي انا بقوله بجد. هو الكلام اللي انا فعلا قصدي ان انا اقول له ان هو جامد. اصل الناس دي جامده كلها، يعني في ناس بتبقى على ما فيش. ما هو لو مش جامدين احنا مش هنعمل فيديو. خلاص يا عم احنا مين يعني؟ بس انت جاي عندنا احنا يعني احنا زباله بس. احنا بس غلط يا عم. ويجز مش فاهمين. ويجز اصحابي صح. احنا تمام يعني. احنا اصلا كنا هنقول لك جامد، كنا نقول لك حلو اعملوا. كان عاجبني الستايل. في نظريه سميتها نظريه ويجز. ويجز قدر يطبق نظريه. ماشي يا انا نظريه ويجز. خلي تيون على ازاي اشتغل كتير من غير ما ابص على نتائج. نظريه ويجز قدرت تخليه يحول من ده لده. جاب اجمد تراك لويجز بتاع كابتن المعسل. يحول ده احلى تراك. عملت ابجريد. انت ماشي بنظريه ويجز عامه؟ انا؟ لا انت واضح انت ماشي بنظريه زوز. بس على فكره ويجز مش نازل بالنظريه دي، الراجل ده بيملح. ده ما فيش حد لسه ماشي بالنظريه دي. يعني بيرجو دي نظريه بيرجو. دي نظريه بيرجو. اشتغل ولا الدنيا عماله تظهر. هو انا عامل فيديو رياكت. منشورات التيك توك. منشورات التيك توك والاشتراكات كلها بتقول له كفايه. هو لا يوم الاثنين السعيد. هو عمل اتراكشن وهو مؤمن بحلم وبيقدر يعمل له اتراكشن. والنظريه دي عباره عن اكتب سجل عيد لحد ما هيجي لك نقطه التحول ان انت تكون حاجه لازم تبقى حلوه عشان تنجح. عارف انت المبدا الجديد بتاع انت جالك برد زي دلوقتي انت ما ينفعش حد يقول له ان هي بيعمل حاجه وحشه. ما ينفعش ان انت تاخد اي تعليق. لا انت لازم ترمي كل ده وراك. لا انت كويس. بس لا لو حاجه وحشه وعملت 100 حاجه هتفضل وحشه ومش هتروح في حته. تعملش الحاجه اللي بتحبها. لو الحاجه اللي انت بتحبها الناس ما بتحبهاش يبقى ما قلت نظريه اياد دلوقتي. نظريه اياد الموجي. لو بتعمل حاجه بتحبها كمل فيها بس ما توريهالناش. انا بقول اي حاجه في دماغي يعني. واحد يعمل بس عادي يعني. نظريه اياد يعني نظريه ويجز هي اللي معمول لها كتاب يعني. اقول انا بفتكر بقول نظريه عمر كاتب. انت عندك حاجه تقولها دلوقتي بس اكيد هلاقي حاجه يعني. نفسي ماشي بنظريه ويجز. لك هو نفسه ماشي. هو ماشي نظريه ويجز. استنى نشوف. محمد اوكا مو اوكا لحد يعني هو دلوقتي عامل نظريه ايتن عامل. لا وهو عامه انت واخد بالك ان هو 2000 فيوز وكده. فهي نظريه ويجز. هو ده مش نظريه ويجز يعني. نظريه ويجز هشتغل كده عمال مع اي حد يعني. كيف توصف نفسك احمد؟ انت مين يعني؟ انا احمد علي، عندي 23 سنه، شخص مش عايز حاجه. هي دي نظريه ويجز.
لا اقول لك حاجه برضه عشان ما نظلموش. لو قول حاجه لو هنظلمه. ما هو ما قالش حاجه يعني، دي مش يعني اللي انت قلته ده مش. هل يعني احمد علي 23 سنه هل دي يعني دي المفروض نسيبها في الحلقه؟ هو بقى بيبروز الحاجات دي انس، بيحطها بطريقه تخليها اهم حاجه في الدنيا. انس بيقول عنده سؤال اللي هو عامل ايه، فبيسألوك بطريقه اللي هو لا انت عامل ايه بجد قول. فانت لو قلت له كويس مره هيفضل ساكت اللي هو لا هخليك اصلا طلعت تاني. ايوه بيروح عامل زي ويدز عامل ايه، فيقول له الحمد لله كويس، فيقول له متاكد انك كويس يا معلم. خلاص مش كويس ولا كان كويس ما بقاش. لسه اصلا البصه. كيف كانت قاسية؟ كيف كانت طفولتك؟ والله لو سالت السؤال ده انا مثلا كنت بروح بسين وسباحه وكنت في نادي في السعوديه وعندنا تكييفات لو سالت بالطريقه دي كيف كانت طفولتك ومش عارف هقول له اتعذبت كنت بتقطع في حمام السباحه. ويجز اصلا كل اللي اتخانق معاه قال ان هو عايش طفولته كلها في الخليج. هو بيديك ايحاء ان انت لو قلت حاجه كويسه هي انت اصلا حياتك كويسه ما تمنتش هتتربط في الكرسي هتتضرب فيها حياتك وحشه عشان تعرف تتكلم. قاسية. يعني انا فاكر ايام معينه كان بيبقى معايا مثلا 20 جنيه في اليوم، 50 جنيه في اليوم، مش عايز جنيه زياده. ماشي هم دول كتير. هو ده اصلا ده عايش لوحده حياتي دلوقتي بقى. ده اللي انا عايش بيه دلوقتي. للامانه لو ده واحنا صغيرين فده كتير. في اليوم 50 جنيه في اليوم 50 جنيه ده كتير فشخ. ده كتير فشخ. 350 جنيه في الاسبوع صح؟ 350 جنيه في الاسبوع يعني في الشهر ب 2000 ونص مرتب. ايه دلوقتي ايه الحساب اللي 2000 ونص 350 جنيه تقريبا قلت تقريبا. دي ما فيش دي جاتش اصلا. ده انت خريج ايه يا ابني؟ 4 اسابيع 350 بص 350 في 3 1400 جنيه بالظبط. 1400 جنيه ده في ناس بتقبض دلوقتي 1400 جنيه. 1400 جنيه في 2015 ده كتير فشخ. ده كتير قوي. هو احنا ليه عجزنا؟ هو عادي كان عايش حياه حلوه فشخ. هو كان عايش حياه مش قاسيه. خلينا نقول احسن عايش حياه احلى مش باقي. لا عايز افكرك بحاجه انت برضه ناسيها. حاسك محيط فتره انت كنت عايش فيها في الهرم. بص انا هقول لك حاجه، البيت اللي عندي فيه تكييف انا بحس ان انا انت كده بقى عايش في اسطوره. ايوه يعني انا دلوقتي بقول ان انا فاحش الصلاه ليه؟ عندي تكييف في الاوضه. كان زمان عندي تكييف في الصاله بس بجد. اوكي اصل عندي تكييف في الاوضه برضه بس حاسس ان انا جربوع من حاجه بصراحه. فاهم قصدي؟ وتحب الشهرة؟ لا مستحيل. ليه؟ بحب الشهره. هو انا ما بحبش الشهره. لا مستحيل. انت بتحب الشهره؟ انا بعشق انا بجري وانا حاجه انا بعمل سحب في كل بقالي 5 سنين بنعمل كل اسبوع فيديو عشان المرحله اللقطه دي. بس بصراحه لو ده سالني السؤال ده اقول له انا عايز اقعد عادي وعايز انزل فاهم. خد الشهره وادينا راحه البال. خد الشهره بقى وادينا اي حاجه فاهم. راحه الدمجك الاصفر اللي انت لابسه. بقول لك يا اخويا انا كنت بندور على برج الخليفه. بص يا صاحبي عرفت مكانه والنادي. انت هتخش يمين في شمال. هم ليه بيتكلموا بطريقتهم الطبيعيه كانهم بيهزروا. بيتكلموا بطريقه لا طب اقول لك حاجه احلى. هم ازاي بيهزروا على حاجه زي كده حلوه دي؟ بفكر في لا قول لي دورها ماشي حلو ماشي. هم ليه بيهزروا ربنا كرمكم يعني ربنا كرمكم بقى نتريق على الباقي. هو هل فعلا ان احنا نقلل طريقه ناس دي حاجه بتضحك؟ لا يا جدعان ما ينفعش طبعا خصوصا لو دي طريقه شبه بقى كاتب له مالها البحيره كاره الكميته اخويا. عامة مش بيس يا جماعه ان انتوا مش هزار ده مش هزار ما تهزروش على الجو. انا عامه فلاح على فكره. انا فلاح عشان محدش بس يفتكر ان انا لا يا باشا انا فلاح واهلي فلاحين وعيلتي كلها فلاحين. والله الدنيا قصيره يا احمد والله ما تستاهل لا زعل. الراجل ده مره كان بيشتكي باسم يوسف كان قال له والله كنت بسافر كنتش بركب طياره ما كنتش معبي بس. ده مين اللي اشتكى؟ راكب طياره عامه حلوه فشخ. ده كانت دي اسوء حاجه مره بقى سواء اماراتي. ايوه فعلا الامارات اصلا بيتولد عارف انت بيفطر فرايد تشيكن بيقع في بير بترول اول ما ينزل قبل ما يقطعوا له الحل بيغطسوه. انا فاهم انا يا بجد انا كنت في السعوديه كنت بفطر فرايد تشيكن تفطر فرايد تشيكن بالبيك اقسم بالله بفطر اللي هو مفيش عندي ما اعرفش يعني جبنه. الجبنه دي بالنسبه لي صوص. والله بص يا اسطى انا مثلا اول ما جيت مصر مش عارف يا اسطى انت كنت بتقول حاجه وجت في كلامك. قول يعني الحمد لله على كل شيء. الحمد لله اسطوره والله. انت كنت قاعد فين في الرياض؟ لا والله عارف في افقر مكان هناك قصيم. ايه ده اصلا فين دي اللي هو المصريين بيروحوا. بس هقول لك حاجه انا كنت في مدرسه باكستاني. المدرس بتاعك كان باكستاني؟ كان معاه سيف كده ده فارسي ده ايراني ده اللي معاه سيف ده. بس كان صحابي بنجلاديشيين بنغاليين. عندي واد اسمه هندي كان بنجلاديشي كان بيقول انا ربنا. والله كان عنده 7 سنين بيقول انا ده عامه انت تتخيل ده بيسمع ايه في البيت اصلا؟ ده ابوه فرعون في البيت فاهم. ده ابوه قاعد في البيت حالق اقرع فاهم. وهو اول ما بيخش البيت بيعمل له كده فاهم. عنده جواري في 2024 يعني طفل عندهم فاهم. ده باكستاني اصلا عنده سبايا في البيت.
قلت في تراك الفراندا انك بتحب البنات البلد، قلت النسوان البلد مش البنات البلد، وقلتها تاني من سنتين بالظبط لما تعدل صوتك بالاي اي فيها سنه روبوت كده ربنا يوفقك نسوان البلد ما تقولش البنات البلد بتحب البنات وانت مرتبط وفي علاقه، وفي راجل ما بيحبش البنات هم بحب الرجاله ليه؟ بقى انا على فكره صوته مش كده. بص دي البرسونا هي دي بقى البرسونا. هو انت لو شفت اي وقت بيتكلم عادي بعد كده تلاقيه عادي بيتكلم زينا فاهم، بس اول ما هتلاقي كاميرا جت عليه معاك والله هطلع كاميرا هتلاقيه يقول لك نسوان بقى الحته اللي فاتت دي حلوه. فاكر ازيكا الايام الخوالي؟ اكتر وقت كنت محبط فيه في حياتي هو اللي كتبت فيه الاغنيه اللي شهرتني وهي سجاره، ورغم كل ده طلعت ده في الكتابه نجحتني. كل حاجه انا حاسس ان الناس هتتضايق ان احنا مش متاثرين. لا هي عادي مش حاجه مؤثره، هي حاسس ان هو بس بيحكي قصه ان هو اللي وقعه هو اللي نجحه. في من رحم المعاناه تولد حاجه حلوه. انا عندي مشكله عامه مع اي حاجه تصويرها عامل كده، عارف الحاجات اللي بتبقى شارع كده مع الشارع دايما بيبقى هو في منطقتي وهتلاقي بعد كده اللي هي المشاهد اللي هي مش هتلاقي هو بيتكلم كده وبيسلم على الناس بقى. انت في المشهد اللي فات ده اتاخد كام مره صح؟ اللي هو كان كده اكشن. ايوه هو بيسلم عليه. انا قبل ما اعمل مثلا فيديوهات كنت عايش في حته شعبيه وكده، كان دايما الهزار وكده التريقه عليا والتنمر والكلام ده هو اللي بيخليني دلوقتي اعرف اهزر واطلع فيديوهات فاهمني. الافيهات اللي انا عرفتها زمان لما كانوا بيتنمروا عليا هي اللي ودتني دلوقتي وهي اللي علتني وهي اللي خلتني بس الحمد لله يعني الحمد لله انا وصلت للحته دي. انا عايز اقول حاجه حلوه لعفروت. معلش يا اسطى في ايه؟ هتقولي حلو عفروت. اكتر واحد بيجتهد مش هقطع بس هشرح لك حاجه. اصل احنا بنعمل فيديو رياكت وكل حاجه بنهزر، بس في حاجات حقيقيه بجد من جوانا بنبقى عايزين نقولها. مش حاسس بيها خالص، مش عنديش سن. طب انا حاسس بيها القصه دي مش متاثر بيها بجنيه. عندي سن التعاطف معايا. قول شيبه مش عايز يقول قاعدين نفس القعده اللي احنا قاعدينها دلوقتي. وانا بعد كمان 5 سنين بقى حد مصادفني وانا كنت عايش في الشيخ زايد عامل فيديوهات مع عمر كاتب عارف كومباوند وبتاع وعن تكييف دايما متيسره وكان فراخ مشويه قبل ما انتوا في حاجه كلكم نجا انا النجا امتشاه نجا. يعني انا ماسك نفسي في الفيديو يعني لا يا دي الموجي محرج عليا وقاعد ماسك نفسي وانت في الاخر تقول لي كده. يا ابني الناس كلها اصلا يعني كل الارتست دول فاهمين ان احنا بنهزر. لا انا فاهم الجو ده لو انت بتحرجه ما ينفعش يزعل. بص هو الناس كلها فاهمه ودماغها كبيره وعارفه. مروان موسى بقى بعد ما خلص الحفله بتاعت بابلو بعد ما مروان موسى انا لسه شايفه فيديو والله عندي عملت عليه رياكت بيقول زمان كنا بنجيب تيشيرت ب 15,000 دلوقتي ب 70. تيشيرت ب 15,000 اصلا سيبك من 70 مش عايز الناس كلها قالتها 70 على فكره محدش البدايه كنت دي اللي هي امتى يعني ايه كنا دي اللي هو انت ومين. انا طبقتي اصلا الاجتماعيه تخش على جوتشي ما بيطيرليش برضو الارقام دي زي الارقام اقل. لا انا برضو ما بيصلي يعني. هو مثلا السكين تونز بتاعته اصلا تحس ان هي مش من الطبقه بتاعتك. هو مش ابيض هو احمر. هو مش احمر هو مزمهر. لا وكلامه عامه طريقه كلامه في اي حاجه حتى هو بيتكلم في الشارع والكلام ده بيقول الشارع تحس ان الشارع جامد شارع 9 الشارع رصيف وشجر. انا من الرابرز اللي لما بعمل اغنيه حب او اغنيه رومانسيه او اغنيه بناتي اللي هو بحس ان انا مثلا كلت بيتزا وانا المفروض ابقى في الجيم مثلا. حتى بص الانسايتس بتاعته بيتزا وانا المفروض ابقى في الجيم فاهم. الاثنين مش متاحين بالنسبه لنا. احنا بص لو انا عملتهم احس بالذنب احس انا مقصر في حاجه. عامه الساعتين بتوع الجيم بحس فيهم ان انا مضيع. انت عارف انت بتقعد ساعتين في الجيم عشان في تكييف هناك انا عارف. وبعدين في الجيم كمان لا يعني الجيم في شاور جيل نفسي اجيبه فدايما بستحمى هناك ما بروحش بخش عشان انت عامه انت رحت حته ثانيه اصلا. انت رحت جيم فيه شاور ايه مش هاخد الفيديو صح. الراجل اللي عاملين تقولوا له بقيت غني زيهم بيروح جيم فيه شاور. الدرجه دي على فكره انت اللي مزودها. عامة مش عارف ينفع حاجه كده بس بدر النور دايما لما بيقول افيه بيديله حقه قوي. بيبروزه. عارف لما تبقى في فصل البنات وتقول افيه الافيه اللي انت مجهزه اصلا انت عارف في واحد تقول لك تروح عامل كده يعني هم قاعدين كده. طب عيب طيب. انا اسف. عارف بقى انا اسف دي اللي هتقول افيه. انا اسف.
مروان موسى قاعد حاسس ان هو عامه ان هو عايز لازم يبان ان هو لذيذ. عارف الاحساس ده؟ لو تبقى قاعد مع كوميديانز ويا جماعه انا واحد منكم عندي حاجه تانية، وبعدين لما حد بيقعد معايا بيقول لي مش هنتنمر بقى ولا ايه؟ الواد اللي بيتريق على الناس. بتريق لا يا معلم عندي رهاب اجتماعي. انت لو قلت حاجه انا ممكن احوش حمار وبتاع. انا قاعد جنبك خايف ومرعوب فخور من نفسه، خد بالك هو فخور. وبعدين الفيه ده هو اصلا مستني يقول جمله. هو كان كاتبه قبل كده، كان مروان بابلو، بعد كده كان له عفرو، بعد كده جابوا مروان موسى. وبعدين هو اصلا اسامي الحلقات بتاعتهم بتبقى جوكس برضه، جوكس على اسمه او حاجه مشهوره ليه. يعني لو جابك انت مثلا هيكتب ما بقتش حمل في التايتل. وممكن يشبه لك كلمتك دي يروح مدخلها في اسم فيلم. عارف جو سامي اكسيد الكربون بالظبط. عارف الانترو بتاعت الكاست ده؟ اشتري مني مسلسل يا اسطى، مسلسل معمول سيتكوم العياده، كل العياده بتزيكا معايا زي عوضتها بايدي. دي عايزه بيف لوحدها. عايز تخش تثبت في حد، تثبت انا راجل. عارف اصلا انت اخويا فاهم، وكده كده احنا معاك في اي حاجه تقولها فاهم. ما عملتش حاجه والله. وانا بص، هو دي طريقتي زي مروان موسى عامه. انا عملت فيديو كامل على الموضوع ده، الفيديو عندي كامل ان مروان موسى بيهزر مع فانز ازاي. اصل انت خد بالك الانجل دي اللي هو بيحط الانجل كده، اللي هو بيهزر هو حاطك دايما على حجره، هو ماسكك على حجره، هو ماسكك ايوه بيبص لك كده. لا دي انا بيهزر معاك كده. بس انت فعلا متلخبط من كتر ما هو بيعمل كل الفيديوهات بتاعته كده فاهم. كورتيزون ده حضرتك. يا عم خلاص بقى. بس مروان موسى على فكره والله العظيم ما بهزر، روش. في ناس جامده، في ناس دمها خفيف، هو واحد روش. هو شاب، هو قدك في السن مهما كان انت عندك كام سنه، واحسن منك. لا احسن مني، احسن منك، احسن مني. ده الكليب بتاع الحزيني ايا يعني كان. هو ده كان طالع بكليب كده. انا كنت فاكر ده فيديو عادي يعني وقع منه. واحد صوره من وراه. بقول لك يا برو، انت طالب بيف يا برو. طب انا هكتب دس عليك يا برو عشان انت عايز بيف يا برو. مين اللي بيقول يا برو؟ مروان موسى. بتهزر بس انت عارف الموقف ده؟ بقول لك يا برو، لما تبقى عازم حد على الاكل وتصوره وبياكل وتعمل بس في شو. ايوه بس عامل كده معايا. تعزم حد على الاكل وتعمل كانك بتصور فيديو بتهزر فيه. يا برو بص بقول لك يا برو. طب انا كده لا ده حاجه. هو بياكل فاهم. بالك المكان اللي هم قاعدين فيه يستاهل، يعني واضح ان هو مروان دفع مثلا زياده شويه. بس ده طبق واحد ليهم هما الاثنين فاهم. بجد؟ مفيش حاجه ثانيه. في بطاطس. وبالنسبه لعفوده هو عارف بطاطس، مش عارف ده ايه. برضه مروان موسى بيشرح له ده ايه. ببص انت طالب بيف يا برو. ده طالب بيف يا برو. تبقى فاهم ايه ده؟ حسيت هو غلط كده. انا طيب عارف انه كوردي. هو ليه الرابرز عمالين ينكشوا في بعض يا جدعان؟ يعني راب يولد الفجور. النكش يولد الفجور. ودايما تحس ان كوردي في حقبه زمنيه اللي هو هيقول مثلا نكش ما اقولكش. اقسم بالله توقعت اقول كده. اقسم بالله اللي فاكر ان كوردي طيب كنت انا طيب بالظبط. هو في الحته دي يعني في عصر السي سي جي النكش في النكش ما اقولكش. نصلي عليك صلاة الجنازة اجازة. بس تقريبا دي طريقة اجتذاب الترندات ناودايز. هو ليه عمل حط اعلان يعني سلوجان؟ حاجه في سلوجان صح فاهم. المفروض يكتب في النكش ما اقولكش. فجأة هيزم اوت ومزيكا هتطلع ويروح عامل كده. ازيكم عاملين ايه كله قلصته. انت فاكر الجمله دي بقولها في البدايه والنهايه؟ انا بقول لك كل ما بيبقى في فاصل السلام عليكم كله قلصته. بس كده يا رجاله الفيديو خلص. يا بابا مرحبا. ايه يا برو؟ ايه يا برو؟ ايه يا برو؟ عنب ده يا برو؟ ايه يا برو؟ عنب ده. طب انا هعمل عليك فيديو رياكت. يا جدعان بالله عليكم وحياة اغلى ما عندكم يا جدعان. اله يا رب تختنوا وربنا يرزقكم وتبقى معاكم كده من الفلوس ملايين. تعملوا راجل لايك وكومنت وسبسكرايب عشان نوصلوا 100,000 قبل السنه دي يا جماعه. عشان نخش الجيش. عشان بس يا رجاله يا رب تخشوا الجنه. يا رب ولا يا عم بقى يا عم. يا رب تخشوا الجنه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا السلام عليكم. هل انت تشوف نحن مسيطرين على التكنولوجيا والسوشيال ميديا ولا هي اللي مسيطرة علينا؟
الكورتيزون ده حضرتك تكتبه لواحد في روشته يخاف؟ لا يا ريت.